ده اسمه سيوك، راجل شغال كمدير لصندوق التمويل، بيقرا شويه اخبار عن فساد الوادي ووفاه بعض الاسماك في خزانات تسمى بخزانات جين يانغ، فبيطلب من المساعد بتاعه اللي بيكون اسمه كيم انه يتخلص من كل الملفات المتعلقه بموضوع التسريب. فبيحاول كيم يقنعه ان موضوع زي ده هيبقى خطير لو عملوه، وانهم لازم يحافظوا على استقرار سوق البورصه بالنسبه للموظفين. فبيشبه سيوك الموظفين بالنمل، وبيقول له من امتى بنفكر في النمل واحنا بنشتغل، وبيأمره ينفذ اللي قال له عليه. وقبل ما يمشي بيسأله عن الهدايا المفضله للاطفال الفتره دي. وبعد شويه بيتكلم في الموبايل مع طليقته نايونج، وبيقول لها ترفع قضيه وتعمل كل اللي هي عاوزاه، بس هو برضه اللي هيربي سو بنتهم. فبتقول له نايونج ازاي هتربيها وانت مش فاضلها طول الوقت؟ ده حتى هي قالت لي انها هتجيلي بكره حتى لو لوحدها. فبيقول لها ما ينفعش طبعا طفله تروح مكان لوحدها. فبتقول له خلاص هاتها لي انت لانها قالت اني وحشاها، وبتفكروا ان عيد ميلادها بكره. وبعدين بيقفل معاها، وبعدها بيرجع على بيته، فبتستقبل والدته وبتطمن عليه وبيطمن منها على سو. بعدين بيخش على اوضتها فبيلاقيها بتكلم مامتها، وبتقفل معاها لما بتعرف ان باباها جه. فبيقعد سيوك يتكلم معاها وبيقول لها ان مامتها قالت له انها عاوزه تروح بوسان عندها، لكن هو الايام دي بيمر بضغط، وبيوعدها انه هيوديها الاسبوع الجاي. وبعدين بيديها هديه عيد ميلادها وبيقول لها انه منسيش. ولما بتفتحها بتلاقيها نفس هديه قديمه جابها لها سيوك في يوم الطفل لكنه ناسي. فبيحاول يصلح الوضع وبيقول لها انت عاوزه ايه وانا اجيبهولك. فبتقول له انها عاوزه تروح لامها بوسان بكره. فبيقول لها انه مشغول زي ما قال لها لكن الاسبوع الجاي هيوديها. فبتقول له انت دايما بتقول بعدين، ودي كمان هتكون كدبه زي قبل كده. وبتعرفه انها مش هتضيع وقته وممكن تروح لوحدها. فبيوافق انه يوديها بوسان بكره. وبتقول له امه ان بدل ما هيوصل سو بكره لمامتها يدي نايونج فرصه تانيه ويقعد يتكلم معاها شويه علشان سو حتى. فبيقول لها انه هيهتم بالموضوع ده. فبتقول له ان سو زعلت جدا النهارده لما ما راحلهاش المدرسه الصبح. فبياخد الكاميرا وبيتفرج على بنته وهي بتغني في حفله المدرسه، وبتوقف الغنى فجاه فبيقفل الكاميرا، وبيقوم ياخد سو بالعربيه ويخرجوا، وبيكلمها في موضوع الغنى وانه شافها وهي بتغني، وبيسالها هي ليه ما كملتش غنى، وبيقول لها انه كل حاجه لما تبدايها يبقى لازم تنهيها مهما يحصل. بعدها بيوصل سيوك وسو على المحطه، وقبل ما القطر يتحرك بتدخل بنت القطر من ورا بتاع الامن، وبيبان انها مصابه في رجليها. وبعد شويه بيدي بتاع الامن الاشاره لسواق القطر علشان يتحرك. فبيقفل القطر ويتحرك، واول ما بيتحركوا بيهجم ناس على المحطه من بره وبتشوفهم سو. فبتبص على ابوها لكنه بيكون نايم. فبتقوم سو تتحرك في القطر وبتروح على حمام القطر، فبتشوف متشرد ما كانش راضي يطلع منه، وبيفضل يكرر في جمله واحده، والجمله دي بتكون الكل هيموت. بعدها بتبدا البنت المصابه تتحرك بشكل غريب لحد ما يغمى عليها، وبتشوفها المضيفه فبتجري عليها. بعدها بيصحى سيوك من النوم فما بيلاقيش سو جنبه، فبيقوم يدور عليها، وبتكون دخلت حمام من الحمامات وقفلت على نفسها. اما البنت المصابه فبتقوم وبتتحول لزومبي وبتبدا تهجم على المضيفه وبعدها على باقي الركاب، وبتتحول بعدها المضيفه هي كمان، فبيبدا الركاب يهربوا، وناس كتير جدا بتتحول، واي زومبي بيعض حد بيحوله زومبي زيه. فبيشوف سيوك اللي بيحصل وهو بيدور على سو، ووقتها سو بتخرج من الحمام وبتكون وراه، فبياخدها سيوك ويجري يخش عربيه من عربيات القطر، وفي العربيه دي بتتجمع كل الناس، وبيقفل الباب بتاعها في وش واحده حامل اسمها سيونج وجوزها اسمه سانج. فبيدافع سانج عن نفسه وبيفتح الباب ويخش ويقفل الباب وراه. فبيقول له سيوك انهم ما يعرفوش الطريقه اللي الباب بيفتح بيها، وانهم بيهجموا عليهم علشان بس شايفينهم. فبتاخد سيونج ميه من على الارض وبتغطي الازاز بورق جورنال، وبعدها بيتخانق سانج مع سيوك، وده لانه قفل الباب في وشه هو ومراته، وكمان ما اعتذرش ليهم. فبتهدي سيونج، وبعد شويه بيجي اتصال لسيوك من امه بتطمن عليهم، فبيطمنها وبتبدا توصيه على بنت سو، وصوتها بيبتدي يتغير فبيفضل ينادي عليها لكنها ما بتردش، وبتكون والدته كمان اتحولت. فبيقفل الموبايل وهو زعلان جدا. فبتساله سو اذا كانت جدتها بخير، لكنه قبل ما بيرد بيتهز القطر، وبيبان ناس كتير من ازاز القطر بتستنجد بيهم، وبيكون وراهم ناس زومبي بيحولوهم. وبتنتشر اخبار على النت بسرعه ان في ناس بتعمل شغف في كل مكان، وبيشوف الاخبار دي كل اللي في القطر على موبايلاتهم، وبيكون كل الناس اللي اتحولت لزومبي بره خرجت عن السيطره. لكن كالعاده بيعرف الاعلام المواطنين ان الوضع تحت سيطره الحكومه. بعدها بتقول سو لابوها ان موبايل امها غير متاح، فبيقول لها انه هيكلمها، وبعد ما بيقعدها على كرسي بتقوم سو بتقعد ست كبيره مكانها. فبياخدها ابوها وبيقول لها ما تعملش كده تاني، وده لان في الاوقات اللي زي دي الاولويه لنفسها وبس. فبتزعل سو، ولكن قبل ما تتكلم بيقول سواق القطر ان القطر هيقف في محطه دايجيون ومش هيقدروا يكملوا بعد كده، وان الجيش موجود هناك وهيتكفل بكل المواطنين. فبيسيب سيوك سو وبيروح يتكلم في الموبايل مع واحد اللي بيعرفوا انهم بمجرد ما يوصلوا المحطه هيتعزلوا في الحجر الصحي. فبيقول له سيوك انه هيجيب له استثمار كويس بس يساعده هو وبنته علشان ما يخشوش الحجر. فبيوافق، وفي الوقت ده بيسمعوا الراجل المتشرد اللي كان في الحمام،
وبعد شوية بيوصل القطر على دايجيون، وبيبدأ كل الناس اللي في القطر ينزلوا ورا بعضهم، وبيمشي الكل من طريق إلا سيوك بياخد بنته ويمشوا من طريق تاني. فبيلاقي وراهم الراجل المتشرد اللي بيعرفه إنه سمع كل المكالمة بتاعته وإن الباقيين هيتحطوا في الحجر الصحي، وعشان كده هيمشي من نفس الاتجاه معاهم. ولما بتسمع سيوك الكلام ده بتقول له إنها تروح تقول للباقي، فبيمنعها سيوك وبيقول لها في الوقت ده المفروض تفكري في نفسك بس. فبتقول له أنت دايما ما بتهتمش غير بنفسك، وعلشان كده ماما مشي. فبيظهر لهم جندي من الجيش فبيجري عليه المتشرد. أما عن الناس اللي مشوا من الطريق التاني فبيلاقوا الجيش كله اتحول لزومبي وبيجروا وراهم فبيهربوا، وفي اتجاه سيوك والمتشرد بيبقى ورا الجندي ده باقي جيش المتحولين. فبيهرب سيوك وبيبص على بنته اللي بيكون بيهاجمها واحد من الزومبي، ولكن سانج بيلحقها وبياخدها معاهم ويهربوا، وبيجري وراهم سيوك. لكن في واحد من الزومبي بيوقعه وبيكون خلاص هيعضه، لكن الراجل المتشرد بيساعده ويجري، وبيقوم سيوك ويلحقهم هو كمان. ولكن سانج على عكسه المرة اللي فاتت بيسيب له الباب مفتوح لحد ما يدخل، ولما بيدخل بيفضلوا يمنعوا دخول الزومبي سوا، ولكن في ركاب بيفتحوا للزومبي اللي جوه القطر غصب عنهم، فبيبقى الزومبي في كل مكان، فبيكسروا الازاز وينطوا على القطر من فوق. فبيضطر الناس انهم يتفرقوا في عربيات مختلفة، وبيكون المتشرد وسو سيونج في عربية والباقي في عربية، وبيتكلم واحد من اللي راكبين مع امن القطر وبيقنعوا انهم لازم يتحركوا دلوقتي. فبيقتنع وبيدي امر للسواق انه يتحرك حالا. اما بالنسبة لسيوك وسانج وباقي فريق التشجيع بيقفلوا الازاز على الزومبي ويجروا، لكن الزومبي بيكسروا الازاز وبيجروا وراهم وبيهجموا على فريق التشجيع وبيصيبوا 2 وبيتبقى منهم 1. فبيفوقوا سيوك ويكملوا جري لحد ما بيلحقوا القطر. فبيركب سيوك والمشجع، لكن سانج ما بيكونش لسه ركب، فبيساعدوا سيوك علشان يركب. وعند سو وسيونج بيكتشفوا ان في زومبي معاهم في نفس عربية القطر اللي هم فيها، فبيجروا على الحمام وبيقفلوا على نفسهم. بعدها بتتكلم بنت من فريق المشجعين اسمها جين مع صاحبها اللي اسمه يونج، وبتفضل تعيط لما بتلاقيه لسه كويس، وده لانها كانت فاكرة انه حصل له حاجة هو كمان. وبيقول لها ان اصحابهم الباقيين ماتوا. وبعد شوية بيكلم سانج مراته اللي بتبلغه انها في حمام عربية رقم 13 في القطر ومعاها سو فيجي بسرعة. وبتبلغ جين صاحبها يونج ان كل الناس متجمعين في عربية رقم 15، لكن سيوك وسانج ويونج بيكونوا في عربية رقم 9، وبيبدأوا يستعدوا علشان يعدوا ويروحوا لبقية الناس. وبعد شوية ضرب ومناهدة مع الزومبي بينجحوا انهم يتنقلوا في العربية اللي بعدها، وبتكون العربية دي بتاع فرقة التشجيع. فبيقف يونج بالعصاية ما بيقدرش يتحرك، وبيكون خلاص الزومبي هيغلب سيوك وسانج، ولكن القطر بيخش نفق فالجو بيضلم، وفي الوقت ده الزومبي ما بيشوفش فبيسيبهم وبيضللهم سيوك عن طريق الصوت، وبينجحوا انهم يعدوا تاني عربية. وتالت عربية بياخد سيوك موبايل سانج وبيخشوها والجو ضلمة، وبيضلل الزومبي تاني عن طريق الصوت، وبينجحوا انهم يوصلوا العربية 13 في الحمام لباقي الناس. وبعد ما النور ما بيرجع بيتفرقوا تاني ويخشوا الحمام اللي قصادهم، وبعد كده بيخش القطر النفق تاني فبيكملوا مشي علشان يضموا مع بعض على باقي الناس. فبيلاقوا طرقة القطر مليانة زومبي، فبيضطروا انهم يطلعوا يعدوا من المكان اللي بيحطوا فيه الشنط، وبينجحوا انهم يعدوا كلهم، لكن المتشرد بتتزحلق رجله فبيقع. فبيتحرك سيوك علشان يلحقوا، وبيعدوا النفق والنور بيرجع فبيختفوا من قدام الزومبي. وبيتفق سيوك مع المتشرد على اشارة يعملوها علشان يعدوا الزومبي، واول ما بيبداوا يتحركوا بيدوس المتشرد على كنزاية فبتعمل صوت، وبيروح عليهم كل الزومبي فبيلحقوا يهربوا. فبيساعدهم الباقيين وبيقفلوا الباب بسرعة، لكن الناس اللي في العربية المجمعة بيكونوا خايفين منهم لا يتعدوا فبيقفلوا الباب وما بيردوش يفتحوه. فبيبدأ يونج يكسر في الباب. اما سيوك وسانج فكانوا بيضربوا كل الزومبي اللي عاوزين يدخلوا، ولكن واحدة من الزومبي بتنجح انها تعض سانج، وبينجح يونج انه يكسر الباب. وبعد شوية بيطلب سانج من مراته انها ترجع وما تقربش منه، وده لانه بعد شوية هيتحول. وبيطلب كمان من سيوك انه ياخد مراته ويمشي دلوقتي ويخلي باله منها، فبياخدها ويمشي. فبيكسر الزومبي الازاز، لكن سانج بيصدهم بجسمه لحد ما يتحول زيهم. وبيلحق سيوك وباقي اللي معاه انهم يفتحوا الباب علشان يدخل، وبيسحب بنته وسيونج بسرعة ويدخلوا، وبيكون هيرجع علشان يسحب ست معاهم لكنه ما بيلحقهاش وبتتحول. فبيقفل سيوك الباب وبيدخل يتخانق مع الراجل اللي مرضيش يفتح لهم وبيفضل يضرب فيه. فبيقوم بسرعة وبيقول لكل اللي معاه ان سيوك مصاب فيبعدوا عنه، وبيطلبوا من كل اللي دخلوا دلوقتي انهم يروحوا العربية اللي بعدهم. فبيخرجوا كلهم ورا بعض وبيقفل الباقيين الباب عليهم. وبعد شوية بتقوم اخت الست اللي اتحولت وملحقهاش سيوك وهي زعلانة على اختها، وبتفتح الباب لكل الزومبي وبيدخلوا يخلصوا على كل اللي موجودين في العربية. وبيشوف المنظر ده مجموعة سيوك من الازاز. بعدها بتبتدي الدنيا تهدى في القطر، وبيقعد سيوك مع سو وبيقول لها انه هيوصلها لمامتها مهما حصل. فبتبدأ سو تسأله اذا كان خايف، فبيقول لها انه اكيد خايف. فبتقول له انها كانت خايفة جدا ما تشوفوش تاني، وانها اتدربت على الاغنية اللي كانت بتغنيها علشانه، وعلشان كده ما عرفتش تغني كويس، وده لانها ما شافتهوش في الحفلة.
وبتطلب منه يفضل معاها. وبعد شوية بيدخل سيوك يكلم طليقته، لكن الموبايل بيكون غير متاح. فبيرن عليه كيم وبيقول له إن كل اللي هم فيه بسبب شركتهم اللي عملوها بالغصب، وبيطلب منه علشان يريح ضميره يقول له إنها مش غلطته. فبيقول له سيوك إنها مش غلطته وبيقفل معاه، وبيبدأ يبص لنفسه بحزن ويعيط، وده لأنه سبب كل اللي حصل. وبعد شوية بيحصل رجة في القطر بسبب إن القطر كان بيقف فجأة، وده علشان في عربيات مولعة على طريق القطر ومش هيعرف يعدي العربيات دي. والقطر وقف في محطة اسمها تايجو، وبيقول سواق القطر إنه هيدور على قطر تاني يكمل الطريق مع البوسان، وهيكون في آخر الطريق الشمال، وأي حد حي يتنقل لهناك بشكل آمن. وبنكتشف إن في 2 في العربية اللي دخل عليها الزومبي لسه عايشين، وبيسمعوا كل اللي السواق بيقول. وبعد ما بيخلص السواق تعليماته بينزل علشان يشوف قطر تاني، وبعدها بتبدأ مجموعة سيوك تنزل من القطر علشان تروح تركب القطر الآمن اللي هيتحرك. وكمان بيبدأ الاتنين اللي كانوا مستخبيين يتحركوا. فبيقول الراجل اللي مرضيش يفتح لسيوك اللي كانوا معاه الأمن القطر إنه يخرج الأول، وأول ما بيديله ظهره بيزقه علشان يعمل صوت ويلهي الزومبي ويهرب هو. كمية جشع وطمع وحب نفس في الراجل ده تكفي شعب بحاله أقسم بالله. بعدها بيهرب الراجل ده والزومبي بيفضل يطارده. أما سواق القطر فبينجح إنه يلاقي قطر آمن وبيبدأ يتحرك بيه، لكن المصيبة إنه بيلمح عربية قطر مولعة جاية في الاتجاه المعاكس جنبه. ولما بتلاقي المجموعة عربية قطر آمنة علشان يخشوها بتخبط عربية القطر دي فيها، فبتقلب القطر وبتقفل الطريق على جين ويونج. فبيدخلوا عربية القطر اللي جنبهم، وبيحاول يونج يكسر الإزاز علشان يخرجوا منه ويوصلوا للمجموعة تاني، لكن لسوء حظهم بيجي وراهم الراجل الجشع ووراه زومبي بيطرده، وعلشان ينجي نفسه بيرمي جين على الزومبي فبيعضها. فبيضرب يونج الزومبي ويبعده عنها، ولكن بعد فوات الأوان. فبيفضل يونج يعيط وهو ماسكها وبيسيبها تقوم تعضه علشان يتحول زيها. أما عن الراجل الطماع فبيكسر الإزاز وبيكمل هروب. بعدها بنروح لسيوك اللي كان مغمى عليه بعد ما القطرين خبطوا في بعض، وبتحاول وقتها سو تفوقه. ولما بيفوق بيلاقي نفسه هو والباقيين متحوطين تحت عربيتين مليانين زومبي. أما عن الراجل الجشع فبيكون وصل للقطر اللي فيه السواق، وقبل ما بيروح له رجله بتتكعبل وبيقع، فبيجري عليه السواق علشان يلحقه، فبيرمي السواق للزومبي علشان برضه يفادي نفسه. بعدها بيلاحظ سيوك ان في مخرج يقدروا يخرجوا منه بره، فبيخرج سيوك، وقبل ما بيخرج الباقيين بيتهز القطر فبيوقع حديده كبيره بتسد المخرج. لا وكمان الزومبي بيكسروا الازاز وبيخرجوا، فبيضحي الراجل المتشرب بنفسه علشان ينقذه. وبعد شويه محاولات بينجح سيوك انه يشيل الحديده ويخرج سو وسيونج، لكن الزومبي بيفضل يطاردهم فبيفضلوا يجروا لحد ما ينجحوا انهم يوصلوا للقطر، وبيطلعهم سيوك الاول على القطر وبعدين بيطلع معاهم. لكن الزومبي ما بيكتفيش وبيمسكوا في القطر من ورا، وكل زومبي بيمسك في التاني، فبينزل سيوك يضرب فيهم علشان يسيبوا القطر، وبينجح انه يخليهم يسيبوه. لكن لما بيروح لمكان السواق بيلاقي الراجل الجشع، لكن بيكون اتحول زومبي وبيهجم عليهم، لكن سيوك بيفضل يصده وبيضربه. لكن في لحظة ما كان خلاص سيوك هيقع من القطر، فبتيجي سيونج تساعده وتقوم الراجل من عليه، فبيهجم عليها، وعلشان ينقذها سيوك بيحط ايده قدام بق الزومبي فبيعضه هو وبياخده بعيد ويرميه من القطر. وبياخد سيونج وسو يدخلهم مكان القيادة، ويقول لهم لما يلاقوا مكان آمن يشدوا الفرامل بتاع القطر، وبيودع سو، وهي بتفضل تقول له ما يسيبهاش ويجي معاها، فبيعيط وبيقفل عليهم الباب وبيمشي، وبيسيب سو عمالة تصرخ وتقول له ما يمشيش. وبيقف سيوك في ظهر القطر وبيفضل يعيط، وبيفضل يعيد في ذكرياته من أول ما سو اتولدت، وبيبدأ يتحول فبيرمي نفسه من القطر. وبعد شوية بيوصل القطر بسيونج وسو لبوسان، وبيكون 2 من الجيش بيأمنوا على حدود القطر، وما بيكونوش قادرين يتحققوا إذا كانوا مصابين أو لا، فبيكونوا خلاص هيقتلوهم لولا غنى سو بيوقفهم، فبيجروا عليهم ينقذوهم. وبس كده هنا تكون خلصت حكاية سو. استنونا في ملخصات تانية كتير في الأيام اللي جاية إن شاء الله، وما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام.